كان يوسف ديما كيأجل المكالمات مع الوالدة ديالو حتى جات اللحظة اللي ما قدرش يرجع فيه الوقت. هذه هي قصة يوسف المؤثرة. كان يوسف خدام بعيد على دارهم، كيجري وراء لقمة العيش، وكل مرة كيلقى سباب باش ما يتصلش بالوالدة ديالو. والوالدة ديالو كانت كتعيط ليه بزاف وصوتها ضعيف حيت مرا كبيرة وعيانة، وهي كتقول له وحشتيني يا ولدي، بغيت غير نسمع صوتك ويتهنى قلبي. مرة يوم وجوج وثلاثة، وبعدها يوسف جات واحد المكالمة من دارهم: ماما كتسناك البارح وما فاقتش. قال ليه خوه خالد بصوت منكسر. وجرى يوسف في المحطة، ركب الكار ورجع لدارهم، وقال الوالدة ديالو مشات قدام مول الأمانة أمانته. وجلس يوسف الأرض ودموعه كيسيلو، ماشي بالخوف غير بالوجع والندم. وبعد أيام من وفاة الأم ديال يوسف لقاه واحد دفتر صغير تحت الوسادة ديالها. فتحوه لقاه مكتوب فيه: ولدي يوسف، إلا قريتي هاد الكلمات راه أنا مرتاحة، ما تقلقش راسك ولدي. والدعاء لك ديما برضا والنجاح والتيسير ولدي. سمحتك قبل ما تحس بالذنب، دير الخير ورد بالك على خوك خالد وعلى راسك وعلى الناس اللي محتاجينك، وما تخليش الندم يسكن معاك. يوسف بكى، ولكن هاد المرة بكى في وجع والدفء من داك النهار. وكل مكالمة وكل كلمة كان يجاوب عليها يوسف في وقتها، حيت فهم أخيرا الحب والاهتمام بالوالدين ما كيتنساوش. كل لحظة غالية، ما تأجلش. عيط الأم ديالك وباك وقول ليهم بلي كتحبهم، والحياة قصيرة، ما كاينش ضمان باش ترجع الأيام. هذه هي نهاية القصة. إن عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك والتعليق والاشتراك في القناة. السلام عليكم.